دلوقتي في 7 حاجات لازم نعملها عشان تظبط ميزانيتك وتظبط مصروفك. هقولك على الحاجات الأساسية اللي بعملها أول كل شهر عشان أستر بيها البيت وأظبط الميزانية وأعيش مرتاحة طول الشهر من غير لخبطة ولا عجز. تابعي معايا الفيديو للنهاية وهقولك على أفكار بسيطة بتفرق كتير جدا في الميزانية والتوفير. 7 حاجات مهمة أساسية لازم تتعمل كل أول شهر عشان حياتك تتظبط ويبقى معاكي فلوس بجد. أهم حاجات تعمليهم كل أول شهر بجد، لو عملتي الحاجات دي هتفرق معاكي وهتوفر لك فلوس كتير وهتخلي بيتك دايما مستور. هنتكلم النهاردة عن 7 حاجات أساسية لازم أعملها أول الشهر. طبعا كلنا قبضنا والقبض نزل، وبرضو الكلام يمشي على اللي يعني بياخد مصروفه بالأسبوع أو باليوم، برضو يمشي معانا. لو أول مرة بتشوفيني فأنا أمنية علي ودي قناتي. ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. طبعا أول ما تاخدي أي فلوس لازم تطلعي صدقة. أول حاجة بقى بعد الصدقة إن أنا بكتب، يعني دي خطة الميزانية، الخطة اللي همشي بيها. أنا لسه مش هصرف بس هعرف أول مصاريفي إيه وآخر مصاريفي إيه. هجيب ورقة وقلم كده واكتب كل حاجة قدامي. اول حاجة هعملها هكتب قائمة بكل الالتزامات الثابتة. زي ايه بقى الالتزامات الثابتة؟ زي مثلا ايجار، قسط، فواتير كهرباء، مية، غاز، نت، مدارس. دلوقتي مفيش مدارس بس يعني انا بتكلم في العموم، يعني مصروفات مثلا، مواصلات، ادوية، الحاجات الاساسية اللي انا مقدرش استغنى عنها. ليه بقى انا بكتبها؟ عشان اشيلها من دماغي وابقى عارفة ان الحاجات دي، المبلغ ده هيتحط للحاجات دي، ده اساسي يعني. تاني حاجة شراء مستلزمات الشهر الاساسية واشتريها جملة بقى. ماشي، ايه هي مستلزمات الشهر الاساسية؟ هنقسمها لحاجتين: فطار وغدا، يعني فطار وعشاء وغدا. طبعا ان انا استسلم لان انا اجيب الفطار من السوبر ماركت ده هياخد مني مبالغ كبيرة جدا، مش معقولة كل يوم هفطر من السوبر ماركت. فانا اظبط فطاري ازاي؟ في فيديو عملناه عن ازاي اعمل وجبات اقتصادية للفطار وللعشاء، الفيديو ده موجود وهيظهر في اخر الفيديو. اجيب مثلا فول وادمسه، اجيب مثلا فول مدشوش واعمله طعمية واشيله اكياس كده في الفريزر على قد المرة، والفول نفس النظام. اجيب مثلا غلة واعملها بليلة مع لبن، يعني يوم فطار بليلة بلبن، يوم يتعمل سندوتشات فول وطعمية. الحاجات دي بتفرق على فكرة. اجيب شوية دقيق اعمل معجنات، شوية قراقيش، قرص، الحاجات دي حلوة قوي للفطار والعشاء. وعلى فكرة الدقيق انا ممكن استغله كمان للغدا، ان انا ممكن اعمل فطير، اعمل حواوشي. يعني وجود الدقيق في البيت مهم جدا. بالنسبة بقى للغدا، في حاجات اساسية للغدا ما اقدرش استغنى عنها، زي مثلا رز، مكرونة، بطاطس، طماطم، بصل. يعني الحاجات دي ما اقدرش استغنى عنها، لازم تبقى موجودة عندي على طول. العيش طبعا قلنا العيش ينفع للفطار وينفع للعشاء. ما عنديش بقى بطاقة، ممكن لو انا بعرف اعمل عيش في البيت ممكن اعمل عيش في البيت. بس وجود الرز، لو انا عايش مش بالبطاقة، الرز هيسهل معايا كتير قوي. يعني مثلا لو عندي طماطم وبطاطس وبصل ورز، طلعت غدوة، عملت رز وبطاطس وبطاطس مطبوخة او بطاطس محمرة. عملت مثلا مكرونة محمرة مع بطاطس، مكرونة بصلصة مع بطاطس.
يعني بصي وجود الحاجات دي في البيت بتغنيكي عن النزول حتى كل يوم. انتي كده اسستي البيت، دي اساسيات البيت. مثلا كيس خضار متفرز، كيس شوربة خضار، الحاجات دي حلوة قوي وجودها في البيت ولا غنى عنها. يعني هي وجود الحاجات دي في البيت انت كده ظبطتي ميزانيتك، مش مضطرة تنزلي او تضطري تشتري اكل جاهز بفلوس قد كده عشان البيت فاضي. لا، انا بيتي مليان شوية، دي ممكن اعمل فطير مع شوية عسل، ممكن اعمل حواوشي لو عندي حتة لحمة مفرومة. بتصرف، يعني بقدر اصرف نفسي. تالت حاجة بقى تجهيز وجبات. وجبات للتفريز، تجهيز وجبات للتفريز. وده اول يومين بقى في الشهر بخصصهم لتجهيز وجبات التفريز. افرم بصل مثلا واشيله، اعمل طماطم لو الطماطم رخيصة. وعلى فكرة البصل والطماطم الايام دي رخيصة، الشهور اللي جاية هتلاقيها غلت، فلو تقدري تخزني بصل وطماطم خزني. اتبل مثلا فراخ، اتبل بانيه، لحمة واقسمها. اجهز مثلا لو هعمل صينية رقاق اجهزها، صينية بشاميل اجهز اللحمة المتعصجة. اجيب التفريزات بقى سواء لحمة فراخ سمك، اجيبها على حسب احنا بنحب ايه. ممكن اجيب لحمة مفرومة، لحمة وافرمها، يعني ممكن لحمة مستوردة وافرمها لو مش بجيب البلدي. اجيب سجق، اجيب كبدة، كلاوي، بانيه، صدور فراخ لو بناكلها، او فراخ كاملة واقسمها انا. يعني التفريزات دي بقى لازاي بيتك بيتعامل يعني. رقم 4 تقسيم الفلوس. الفلوس في ظرف، في أظرف مختلفة. مش عارفة الخط واضح ولا ايه. بقسم ظرف للأكل، وظرف للفواتير، وواحد للطوارئ، وواحد للتحويش. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت كلها قلنا بعد الصدقة لو مثلا انا باخد مبلغ مالي كل شهر، بقدر على حسب حجم المبلغ، لو هو كبير ممكن اخد منه 20%، لو هو صغير ويدوب يعني بس هاخد منه 10% وامشي البيت تمام. ده مبلغ التحويش. وقلنا هنشيل ازاي في الفيديوهات اللي فاتت. هنشيل في برطمان او في ظرف، هشيله عن عناية خالص وابعده. ده هعمل بيه جمعية مع نفسي، وعملنا كذا فيديو ازاي اعمل جمعية مع نفسي وازاي احوش. يعني التحويش اللي هو مثلا 10% او 20%، ده جزء. وكمان في من البنود دي والأظرف دي أنا ممكن أحوش كمان حتى لو 5 جنيه في اليوم، هقدر أوفرها من الحاجات دي. ما نستهترش بال5 جنيه، لأن ال5 جنيه في الشهر هتعمل 150 جنيه على كذا شهر. هلاقيني جمعت 1000 جنيه من 5 جنيه. أنا يعني ما استقلش بالمبلغ. وفي فيديو الجمعية الأول اللي عملناه قلنا لو 5 جنيه في الشهر 150 جنيه في آخر الشهر. لو 5 جنيه في اليوم هتعمل 150 جنيه في الشهر. لو قدرت اوفر 30 جنيه في اليوم هعمل 900 جنيه في الشهر. يعني بعد شهر و3 ايام هيبقى معايا 1000 جنيه لو قدرت اوفر 30 جنيه في اليوم. فده بند التحويش يتحط لوحده، غير يعني ده يتعمل له ظرف وده يتعمل له ظرف، او برطمان وبرطمان. وفرصة كويسة قوي الاجازة ان انا اصلا ما عنديش الدروس دي قلتها في كذا فيديو ان انا امشي الدروس زي ما هي، لان انا جايلي مصاريف جامدة جدا شهر 9 مع بداية الدروس بقى والمدارس وكده. ولو عايزة اصيف مفيش مانع يعني برضو يبقى فيه جزء للترفيه. وفي تقسيمة تانية لميزانيتي ان انا اقسمها 20 30 50. 50 دي الاساسيات اللي هي الفواتير ومصاريف علاج والايجار لو في ايجار. و30 دي اللي هي الاكل. و20 دي للادخار والطوارئ، يعني 10 ادخار و10 طوارئ. واعمل كمان ان انا يعني لو انا مش بقدر اتحكم في مصاريفي، اعمل ميزانية كل اسبوعين. يعني اقسم الشهر على
4 اسبوعين واسبوعين، اعمل ميزانية اسبوعين وانزل اجيب طلبات اسبوعين. طبعا هكتب منيو للاكلات اللي انا هجيبها، واعمل منيو للاكلات وانزل اجيب طلبات الاسبوعين. لو مثلا معايا 4000 جنيه يبقى كل اسبوعين ب2000 جنيه، هنزل ال2000 جنيه دي هجيب كل حاجة للبيت. ماشي، لو 2000 جنيه مثلا يبقى كل اسبوعين 1000 جنيه. هبقى كاتبه منيو الاكلات اللي انا هعملها وخطتي اللي انا هعملها. يوم مثلا فرق مثلا بانيه ومكرونه، يوم عدس وبيض، يوم مكرونه محمره وبطاطس. يعني هبقى كاتبه الاكلات اللي انا هعملها، وبالتالي هعرف اجيب الحاجه اللي هطبخ بيها الاساسيات بقى. فهقدر اقسم مع نفسي على قد الاسبوعين. لو انا بقى ده، لو انا يعني ده مش بعرف اتحكم في المصاريف. لو بعرف اتحكم بالمصاريف زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، في حاجات هنجيبها بالاسبوع اللي هي الخضار والفاكهة، وحاجات واللحوم برضو هنجيبها بالاسبوع، وحاجات هنجيبها بالشهر اللي هي السوبر ماركت، لان دخول السوبر ماركت يعني بغرامة جامدة جدا يعني. ونصيحة لما برضو تروحي السوبر ماركت روحي وانتي واكلة، لان لو روحتي السوبر ماركت وانتي لسه ما اتغديتيش او كده هتلاقي نفسك بتشتري حاجات ملهاش لازمة. وبرضو ما تاخديش الاطفال معاكي، هتلاقي نفسك واخده 30-40 جنيه حلويات انتي مش حرماها، بتعملهم كيكه وبتعملهم حاجات حلوه وبتديهم مصروف، وفي البيت فاكهه. بس الاطفال بتشبط، هتجيبي الحاجه احراج، هتلاقي نفسك بتصرفي فوق ما انتي مخططه يعني. وانزلي بقى بفلوس على القد. يعني انا مثلا هنزل اهو هجيب طلبات الاسبوعين ب1000 جنيه. انزل بال1000 جنيه، لقيت عروض ماشي مفيش مشاكل، ابقى اجيبها مفيش مشكلة، ابقى اجيبها مرة تانية، اطلبها واحجزها واروح ادفع فلوسها. لو العروض صفقة، العروض تخلي بالك من تاريخ الصلاحية. في ناس تقول لا ما اجيبش، لا معلش، ما هو لو عرض قدامي لا اجيب ايه يعني. مثلا انا بجيب طلبات اسبوعين وقدامي عرض اجيب لي الاسبوعين اللي بعديه حاجه، مثلا مكرونه مثلا او رز او كده، ايه المانع؟ انا هوفر مثلا في العرض ده في كل كيس مثلا هوفر 5-7 جنيه. لو جبت 3-4 اكياس هلاقيني وفرت 20-30 جنيه. طب ما انا اولى يعني. قلنا رقم 5 منيو اكلات الاسبوع، ودي طبعا بعملها قبل ما انزل اشتري، يعني دي خطة الشراء. رقم 6 تنظيم التلاجة والمطبخ. اللي هو اعمل جرد للتلاجة والمطبخ. يعني قبل ما اشتري اي حاجة انا ده الخطة، انا بقولك ده الخطة، مش تنزلي تشتري. احنا لسه قبضنا الفلوس، لسه بنرتب نفسنا، بنرتب افكارنا اللي هنمشي عليها. تنظيم التلاجة والمطبخ، افتح التلاجة اشوف ايه موجود عندي، موجود وايه مش موجود، واكمل عليه. تمام. وفي يعني اقتراح كده، مثلا ولنفرض انا مثلا وانا بعمل جرد التلاجة او جرد المطبخ لقيت مثلا يعني ايه عندي 2 كيلو رز. ماشي، قولي الرز ب28، قولي ب30 عشان نعرف نحسبها بسرعة، قولي 60 جنيه. يبقى 60 جنيه دي هدخلها في بند التوفير، وانا مثلا هجيب 5 كيلو رز للاسبوعين مثلا يعني. ما عندي 2 كيلو، فانا كده وفرت 60 جنيه. تمام. لا، هاخد ال60 جنيه دي احطها في بند التوفير. مش احنا قلنا هنعمل تحويش وتوفير؟ احطها في بند التوفير مع توفير فلوس الدروس. انا عامله حصاله لوحدها للتوفير ده، ممكن اطلع بيه مصيف اجيب لبس للولاد. لكن البند بتاع ال10% وال20% ده بقى بند التحويش للمستقبل. يعني قلنا هنجيب حتة دهب، حتى لو قفل سلسلة، لو خاتم اطفال، لو حلق اطفال. يعني شهر على شهر بتجمعي وبتعملي جمعية مع نفسك. وممكن في اخر الجمعية اللي مع نفسك مثلا جمعتي 3000 جنيه، وانتي تقدري تعملي في الشهر 300 جنيه، تدخلي جمعية تانية وتبقي انتي الاولى، هتاخدي 3000 جنيه تانيين. هتلاقي نفسك معاكي في شهر اهو 6000 جنيه، تقدري تشتري حاجة حلوة، تقدري تشتري حاجة تنفعك يعني. رقم 7 تخصيص صندوق او درج
للحاجات الاحتياطي. يعني اعمل ركن في المطبخ كده او الدولاب احط فيه زيت، سكر، صلصة، شاي، خل، سمنة، وكل ما حاجة تنقص اجيب اول باول. باكو الشاي خلص انزل اجيب. ايه المشكلة؟ كل ما حاجة تخلص من الركن ده انزل اجيب. يعني بعمل جرد اولي كده بعناية. انا بقى الشهر ده قلنا متوفر معايا الفلوس بتاعت الدروس، بشيل جزء منها. المصاريف دي بقى بتنفع ان انا بشيل في حصالة كده، لمثلا لو انا اول الدراسة هيحصل عندي عجز في المصاريف، مثلا عشان مصاريف المدارس والملازم والكتب والشنط واليونيفورم والحاجات دي، اعمل حسابها من دلوقتي. انا مثلا دلوقتي الدروس يعني حسب كل اسرة مثلا بدفع 500 جنيه او 1000 جنيه في الشهر دروس ومواصلات وكده. طبعا مصروف الولاد ماشي، مش هنضايقها على الولاد. اعمل حصالة او برطمان اشيل فيه، عشان اول الترم ما الاقيش الدنيا عجزت معايا ومش لاقيه اطلع البنود الاساسيه بتاعتي، الاكل والفواتير والطوارئ. فلازم ابقى عامله حسابي على مصاريف اول الدراسه من دلوقتي. لو انا هبقى عارفه ميزانيتي هعرف اطلعها من الميزانيه، او جوزك مثلا هيديكي فلوس لطلبات المدارس والدروس واليونيفورم والكتب والحاجات دي، ماشي. يبقى المصاريف دي مثلا هطلع بيها مصيف، هجيب لبس للولاد، هروق نفسي، او احطهم في مصاريف الادخار اللي هي مع 10 و20%. لو هو ظروفه مش هتسمح ان هو يشيل الحاجات دي، انا بقى اعمل حسابي الشهرين دول اوفرهم للحاجات دي، تبقى الدنيا حلوة معايا يعني. دي اهم حاجات لازم تشتريها اول الشهر، وهتوفر لك وهتكفيكي لاخر الشهر، وتخلي بيتك دايما مستور. خلاصة الفيديو، يعني لو عملتي ال7 حاجات دول اول كل شهر هتحسي براحة نفسية جدا، وبيتك هيبقى مستور ومفيش قلق على الميزانية. جربيها شهر واحد بس يعني، وقولي لي رأيك ايه، واكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر عادة اكتسبتيها النهاردة وعجبتك وساعدتك في التوفير. ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.